زرايا إيلاني إلى خامندن خباطة بش أن نقايت أو ديلا خيوثة بش سباي ومغدورة بش صبيا وتلي مع بدانوثة الخلمانة أو صاخوثة البرناشة الهتخة رابع لأن نقيتها 12 سانة خباطة زرايا إيلاني وبراسة قينوثة لبناية دعتيث بش سباي كت إيلاني كيميصي التريانات أكسيد كربون أو CO2 وهربيع عدانا كم طرسي أكسجين وأها مندي كم صابي البوخة ومكلي شخلابة موزاغة وأب كي معوذ المقيرتة تقرى وتورتت خمة بأرخة دبراسة طلانيثة وأكسجين وأب إيلاني كم ستتي الأبرة ومكلي لبرستة برية برستا وآمن دي رابي المهيرانة لزروتها وآب كم خامي الرابة بريه خيه أخرجبه وطيري وكم خامي الأتشنايوثة بيولوجيتا وآها شق من شبرة ومبريت الدكانة لاخومة لغضارة مصينته الكل خاد مشار زرايا إيلاني إن الخوذة أو بأرخة شتآسة وكنشياثة أو آب بسنتها من خكمة وهر هادخ أن نقيته لما لبتت شورة تأوديلي آها خوباطة إنا إذ خكمة أسقواثة قزريتت إيلاني أخ برستا وزيتت بنياني أو لادت تناشب أن نقايوثت آها خوباطة أو ببصرت مية قدي دكثات سنقتة لاقينوثة وزروتا إن سنقتة للمدخورة تخكمة عراقايا غمهاولي غدا كليتا سندنتها لزرايا إيلاني كترش وزيرة محمد شياع السوداني مضيلة بمشاريتا دزريتا تزودة من 5 مليون إيلاني جو عراق كله وقو لومادة عراق المزاغة جو بصرة مخكيلة رش وزيرة بود مشاريتا ترميثة دكسايا كيانايا بنيشد مكلوي بريزوثة وبريشايذ جو دكانة دباري قاوي على العالة أوقا أو على العالة توس أكيد رجعنا وياكم مرة ثانية حتى نكمل حلقتنا لهذا اليوم. أكيد مثل ما تعرفون محور حلقتنا لهذا اليوم مثل ما حكينا بالتقرير عن أهمية التشجير ودور الفرق التطوعية في تعزيز عمل التشجير وأهميته وأيضا أهمية التنمية المستدامة في هذه العملية. أكيد حتى نحكي أكثر بهذا الموضوع ويانا ضيفة الست زهراء مؤيد مسؤول العمل التطوعي في أمانة بغداد بلدية الدورة. صباح الخير ست زهراء. صباح النور، أهلا وسهلا. نورتينا أكيد بالاستوديو وتشرفنا بوجودك ويانا. صباح الخير ست زهراء. صباح النور، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. ست زهراء، بداية احنا يعني في ظل التحديات البيئية اللي نواجهها هذه الأيام وارتفاع درجات الحرارة وعمليات التصحر يعني اللي بدنا نشوفها وبدنا نقرأ عنها يعني بدنا نتعايش وياها خلينا نقول، بس مع هذا مستمرة عمليات التشجير، مستمرة عمليات الزراعة والتوعية بأهمية هذه العمليات. قبل ما نحكي عن دوركم كفرق تطوعية في هذه العملية، حدثينا شوي عن أهمية التشجير كإعطاء وعي للمواطنين حول هذه العملية. تمام. والله ست صراحة أهمية التشجير هو خلينا نقول الأكسجين الموجود والأول أو يعني المصدر الأساسي والرئيسي والبسيط هو التشجير للتغير المناخي، الظروف الحالية والتصحر الموجود وقلة المياه، هاي كلها عوامل مناخ سيئة. فأول شيء احنا نقدر نسويه هو طبعا التشجير، هو أبسط شيء وإضافة إلى أنه أقوى شيء. نعم. كيف تساهم الفرق التطوعية في دعم جهود التشجير على مستوى المحافظات العراقية ست زهراء؟ والله الفرق التطوعية لها دور كبير حاليا موجود بالعراق بصورة عامة، لكون أنه الفرق التطوعية هي الأكثر نشاط وأكثر لها صوت يعني وصدى واسع بهذا الخصوص، لكون أنه الفرق التطوعية هي من المجتمع فالأقرب إلى المجتمع. حدثينا عن طبيعة عملكم كفرق تطوعية، شلون تبدون يعني شلون يجون المتطوعين لهذا العمل وشلون يكون الوعي حول هذا الموضوع؟
هو احنا كأمانة بغداد يعني احنا عندنا الفرق التطوعية هي تجي وتشارك. احنا كتنظيمي لازم نرجع انه الى أمانة بغداد. يعني اليوم المواطن ما يقدر يروح يزرع منطقة وهو اصلا مثلا منطقة غير صالحة للزراعة، لأن لازم تتهيأ الأرض وكذلك المرشات الأمور الأخرى للزراعة. يلا يعني نقدم على الزراعة. فلذلك الفرقة التطوعية حاليا ما تقدر أنه مباشرة تروح تزرع منطقة اليوم عجبتني أروح أزرعها، هذا ماكو هذا الشيء. لازم أرجع يعني للأصل، أنه أشوف أمانة بغداد، أشوف المحافظات، دوائر المحافظة، أرجع أنه هل هذا المكان صالح للزراعة، لأن إحنا هذه الزرع هو يعني روح، احنا ما نقدر نحطها وخلاص، يعني لازم اكو شيء ادامه لها. نعم، يعني بالتنسيق مع امانه بغداد يكون عملكم بصوره مباشره وياهم او ويا الفرق التطوعيه. تمام. هاي بالنسبه للفرق البيئيه او الفرق اللي تخص التشجير، انها الفرق تعرفين انه اكثر الانواع، هواي انواع من الفرق. يعني بخصوص الفرق اللي تخص الزراعه اكيد لازم ترجع لامانه بغداد ومجالس المحافظه. ست زهراء، ما هي المعوقات التي تواجه الفرق التطوعيه في هذا المجال؟ الفرق التطوعيه اكثر يعني الصعوبات اللي تواجهها هي اولا كالماده، يعني الدعم المادي قليل جدا، واضافه الى يعني الشباب، يعني شلون الشباب الوعي مالتها قليل. هسه حاليا اتجهت الشباب انه يصير انه اكو وعي بيئي، وصار انه تحدي بيناتهم. هذا الشيء اللي فادنا يعني صراحة. هو دائما الشاب يندفع الى يعني في بداياته خصوصا قبل يعني فتره يعني تواجده في الكليه مثلا، دراسته، يندفع الى العمل التطوعي. يعني هو يشوف نفسه انه لازم يشتغل، لازم يحافظ على بيئته، يخدم وطنه والى اخره، بس بنفس الوقت هو هم يحتاج دعم مرات، يحتاج استمراريه، يحتاج استمراريه، يحتاج دعم، يحتاج ادوات. يعني مو يحتاج مثلا راتب لانه هو عمل تطوعي أكيد. بس مرات يحتاج الى ادوات ودعم معنوي في هذا المجال. امانه بغداد مهيئ هذا الموضوع بخصوص الاماكن الزراعيه. مثلا اذا يجي فريق يريد يزرع احنا نساعده بهذا الشيء، اضافه الى يعني تهيئه بعامة الفرق التطوعية، مو فقط البيئية. عامة الفرق احنا يعني لهم دعم لوجستي كقاعات او تهيئة حدائق عامة بصورة عامة، او وكذلك انه دعم شهادات تقديرية، الدعم المعنوي موجود بالنسبة لأمانة بغداد. نسوي دائما تكريم لهم للفرق. جميل يعني جدا اذا كنت تكريم جميل ممتاز. يعني طيب اكو اوقات معينة يعني تخرج بها الفرق التطوعية، كونك كمسؤول شعبة يعني بالفرق التطوعية، اكو وقت محدد تطلعون تزرعون به مثل ما ذكرتي، يعني تروحون تفحصون المكان او تفحصون التربة، يعني اكو متخصصين بهذا الشأن؟ اكيد اكيد. احنا كفرق تطوعية تتواصل ويا قسم الزراعة. قسم الزراعة لهم وقت محدد للزراعة، اوقات محددة من السنة هي لفترة الزراعة، مو اي وقت نقدر نزرع به. هسه حاليا احنا ما نقدر نزرع، الزرعه تموت يعني. يعني زين اكو نوع مثلا ينطوكم علم انه اكو نوع اشجار صالح تصلح انه تزرع حاليا في هذا الوقت، يعني اكو هيجي نوع من يعني التعامل؟ هو حاليا هسه بهذا الجو يمكن فقط الثيل اللي ينزرع. نعم. اما باقي الاشجار فلا اكيد. يعني احنا ننتظر الموسم الزراعه يصير، وحتى على مود ديمومه الزرعايه، واضافه الى انه هي روح مثل ما قلنا، انه مو مال نجازف بها ونزرع او لو تعيش لو تموت. نعم. ما هو دور الاعلام في دعم وتوسيع هذا النطاق، يعني في توعيه الشارع، في توعيه المتطوعين، في توعيه الشباب لكي يحافظ على مثلا التشجير وبلده والحفاظ على نظافة البلد وإلى آخره؟ يعني طبعا هو له دور كبير الإعلام والسوشيال ميديا بصورة عامة. احنا الحملات تجي عن طريق الفيسبوك أكثر شيء، صور والفيديوهات تسوي حافز للشباب أنه يستمرون، وأكو تحدي. يعني أكو حملات تنطلق يعني خلينا نقول مثلا بغداد أجمل وغيرها وغيرها، مثلا منطقتي خضراء، هواية أكو حملات يعني هاشتاج ينطلق
وفعلا تشوف الشباب هم ينطلقون ويحاولون من مكاناتهم، يعني من المدارس والجامعات مثل ما ذكرت حضرتك، هم ينطلقون تحت هذا الهاشتاج. يعني ممكن انه احنا دائما نشاهد انه اكو مثلا تشجير واكو حملات تطوعيه لهذا الموضوع والى اخره، بس ماكو ادامه مثلا، ماكو مثلا سقي لهذه الاشجار وهذه الخضار وهذه. ممكن انه مثلا من خلال ما ذكرتي قبل قليل انه لازم يكون هنالك مرشات ويعني أكيد. اكو تطور بهذا الموضوع، يعني مو شرط انه الانسان مثلا يوميا يفتر بسيارته ويسقي وكذا. يعني مسؤوليه منو تكون الزراعه المستدامه؟ اكيد من مسؤوليه امانه بغداد، اللي المحافظه على الزرع هو من مسؤوليه امانه بغداد في حال لو انزرع في منطقه مهيئه، لان اكو فرق تشتغل مثلا يشتغل وحده اكيد ما راح يقدر ينجح، لانه هذه الادامه ما راح تكون مستمره، فلازم اكو تنسيق بين امانه بغداد والفرق التطوعيه، وهذا فعلا اللي يصير حاليا. يعني بدنا نستغل التطور الحاصل مثلا في كثير من البلدان اللي هو المرشات، مثلا ممكن أكيد. تكون يعني الامور الكترونيه لربما مثلا من خلال زر واحد انه اقدر اسقي منطقه كامله لربما، يعني بدون ادرى بهذه التفاصيل. اي اكو اصلا اجهزه هسه حاليا متطوره اكثر ودا يشتغلون عليها امانه بغداد، مو بس المرشات، حتى بالتليفون اكو تطبيق خاص هسه نشتغل عليه. جميل جدا. انه السقي يكون عن طريق الكتروني، يعني حتى يكون بعيد انت تقدر عن طريق التطبيق تكون تسقي زرعه. وهسه حاليا اصلا هذا التطبيق نازل بحيث انه بيوتنا اذا واحد سافر او يعني ذهب حتى حديقه البيت والزرع في البيت ممكن واحد يسقي. ممكن انه جميل جدا. طيب ست زهراء، احكينا شويه عن المبادرات المجتمعيه او المدرسيه اللي تجيكم مثلا تتعاملون وياهم، تزرعون داخل المدارس او في الجامعات حتى. احنا في عموم السنه الدراسيه اكو نطلع كامانه بغداد بصوره عامه، تطلع للمدارس، اكو لها تنسيق كامل مدارس بجميع القاطع، واضافه الى الجامعات بمشاركه الطلاب. يعني احنا نجيب الزرع ونهيئه ونهيئ المكان، امال تحفر الاماكن تهيئها، يجي الطالب يزرعها، وهذه الزرعه تكون هي زرعه يعني زرعته باسمه، ويلبس الزرعه كارت، والكارت باسم الطالب. حلو. فتبقى هاي يعني ننمي جيل أكيد. يحافظ على البيئه، هذه زرعايتي فتبقى تكبر وياي لحد ما اتخرج. فهذا الشيء كلش حلو، مبادرة حلوة. يعني هذا الشيء مهم جدا أكيد. حقيقة ست زهراء، يعني نوع من انواع التوعية اكيد خصوصا للطلاب الابتدائيين، المدارس هو مسؤول عليها يسقيها، لانه داخل المدارس ماكو يعني نظام مرشات. فهذا لانه هي داخل حدود يعني خلينا نقول انه وزارة التربية مو على امانة بغداد. فهذا الشيء احنا نوعي الطالب انه كل يوم يجي يسقي الزرعة، ياتيني بها حتى في حال انه عطلة يجي يسقيها، واكو هذا الشيء يصير. يعني حلو. يعني احنا ما دامنا حكينا عن الفرق التطوعيه طبعا يشمل الامور كثيره يعني. نعم. بس احنا موضوعنا يعني موضوع التشجير والبيئه حكينا هو يعني خصوصا التشجير مهم جدا في بلدنا حقيقه، خصوصا في بغداد وهذا الجو الحار. أكيد. ما نوع الاشجار التي تزرع في بغداد؟ خصوصا بغداد مثل ما ذكرنا انه شمس قويه والصيف يكون حار جدا يعني. احنا حاليا كموسم زراعه اكيد احنا في موسم الزراعه نزرع بغض النظر عن الاشجار، بس احنا اكيد انه اكو اشجار هي الدائميه، هي اللي تفيد الجونه حاليا، اللي هي مثل النخيل اللي هي الشجره الاصيله العراقيه. أكيد. السدر، ممكن الزيتون، الحمضيات، هذه كلها تقاوم الحراره، ممكن انه تنزرع والها يعني مدى بالمستقبل بعيد بالنسبه وتعطي جماليه بكل تاكيد. جماليه ايضا تمام، وتنقي الجو بكل تاكيد. اذا ست زهراء نحكي شويه عن التدريب الفرق التطوعيه، شلون يكون تدريب هذه الفرق حتى يتاهلون، يكونون مؤهلين بالكامل حتى يتحملون هذه المسؤوليه؟ احنا بالنسبه للحكومه خلينا نحكي من الجانب الحكومي. اكو معاهد ومراكز تدريب خاصه بالفرق التطوعيه كعامه. اوكي، كعامه منها المنتديات الشباب والرياضه اللي موجوده في وزاره الشباب والرياضه، كل منطقه بها منتديات، اضافه الى المعاهد التدريب والتاهيل، هذه يعني تكون تدريبها مجاني.
واكو ايضا الدعم الحكومي اللي هسه حاليا موجود، اللي هو المجلس الاعلى للشباب، اللي هم سفراء الشباب والتغير المناخي، سفراء التغير المناخي. هذه كلها طاقات شبابيه حلو. بتوجيه حكومي وتنظيم حكومي يعني منسق. اما بالنسبه لامانه بغداد فاكيد لها تدريب هسه حاليا. الاقسام الزراعيه بجميع امانه بغداد تنزل الطلاب تدريب ومباشره بالزراعه والتدريب حتى داخل المشاتل اللي حاليا يعني ضمن التهيئه. الطلاب موجودين والزرع يعني من امانه بغداد وتترتب حتى تتهيأ للموسم الزراعي. هنالك الفريق عفوا جاك يكون مؤهل تأهيل كامل بعد هذه كل يعني التدريبات حتى يطلع ويكون يعني قد هاي المسؤوليه. اكيد. هل هنالك اعمار محدده مثلا في الفرق التطوعيه ام هنالك تركيز على الشباب فقط يعني؟ ام هنالك مثلا كبار في السن لربما يريد ان يتطوع ويشارك في هذه لا الاعمار موجوده بكل الاعمار، من الطفل اللي يعني هذا طبعا الاكثر اهميه لانه يتعلم. بقول لك شلون الطفل نقش بالحجر. اي بالضبط. فالطفل احنا نحاول من المدرسه، نحاول من الابتدائيه، هذه شجرتك مثل ما ذكرنا قبل شويه. اما هسه الشباب هو جيل المستقبل والاباء المستقبل، فهم اكثر تركيز عليهم حاليا بالنسبه للفرق التطوعيه، هم اكثر خلينا نقول قوه او امكانيه، لانه ايضا تحتاج لها جهد بدني. بس بالنسبه للاعمار الكبيره لا بالعكس، اكو كلش كبار بالسن ومتطوعين وبطريقه كلش لطيفه وجميله، مهندسين يجون يقسمون. يعني لربما ذكرتي تقديم الخبرات. بالضبط. الخبرات لها كلش دور كبير. يعني احنا اكيد احنا كلنا يعني نتبع الخبرات القديمه بس بحداثه وتطور. بتطور اكيد. طيب ست زهراء، ماذا عن توسيع عملكم مثلا يعني خلينا تشمل جميع مناطق العاصمه او ربما في المحافظات، وخاصه المناطق المتضرره، المناطق اللي تكثر بها التربه خلينا نقول، تفكرون توسعون عملكم داخل هذه المناطق؟ أكيد. هو إحنا عامة كأمانة بغداد بصورة عامة هي كل منطقة موجودة دائرة بلدية. الدائرة البلدية هي مسؤولة عن هذه المناطق واللي تخص ضمن القاطع مالتها. فهذا المنطقة مالته في حدود. طبعا احنا اكو اراضي ممكن هسه احنا نمشي كمواطنين نقول مثلا هاي قطعة فارغة ليش ما تصير حديقة او شيء. نرجع اول شيء نتابع لازم يعني انه هل هاي القطعة تابعة لأمانة بغداد لو لا، لأنه أكو أراضي ما تابعة لأمانة بغداد، تابعة مثلا لوزارات أخرى، فما نقدر إحنا يعني نستغلها بالزراعة. بس لازم أكو في التنسيق معين يعني في من أجل بغداد، من أجل جمالية المدينة مثلا. أكيد أكو تنسيق. بس قلت لك أكو مثلا أكو خدمات تكون مثلا مدارس، هذه قطعة مخصصة مدرسة ما نقدر إحنا نتجاوز عليها ونزرعها. بكل تأكيد. حقيقة معلومات قيمة جدا. شكرا لحضورك اليوم معنا ست زهراء. شكرا وعلى هذه المعلومات القيمة. نشكرك جزيل الشكر. احنا اكيد يعني دور الفرق التطوعيه دور جدا مهم، احنا نشكركم على هذه الجهود اللي دا تبذلوها، والشكر لك ايضا ست زهراء كون انه تكونين دائما يعني مسؤوله عن هذا العمل، وان شاء الله بالتوفيق الدائم لكم. نتمنى لك موفقيه لكم ولجميع الكادر ان شاء الله. جدا اشكركم لانه دوركم كلش مهم بالتوعيه على مود يكون بغداد اجمل والعراق بصوره عامه. اكيد بالتعاون مع كل المعنيين بالجهود، تضافر الجهود كلها هذه اكيد راح نوصل الى عراق ان شاء الله اخضر. ان شاء الله. شكرا جزيلا لست زهراء مره ثانيه، مسؤول العمل التطوعي في امانه بغداد بلديه الدوره.